قصة النهاردة جننت كل الناس اللي سمعتها وأنا واحد منهم. قبل ما أدخل في الأحداث خليني أقولك مقدمة قصيرة ليها علاقة بصلب الموضوع علشان نفهمه مع بعض. باختصار شديد، في واحدة ست أخدت ابنها اللي عمره 15 سنة وراحت تزور جارتها، ودي كان اسمها الست رحمة، عمرها 50 سنة وأرملة. المهم أثناء الزيارة الواد اتنفض من مكانه وقال للجارة: انت مش عارفاني يا رحمة؟ أنا جوزك. الست بصت له باستغراب شديد وقالت له: عيب يا حبيبي الكلام ده، وروح يلا اقعد جنب مامتك. فقال لها: انا ما بهزرش، وقعد يحلف على الكلام ده ومصر ان هو زوجها. فالست رحمة بصت للضيفة وقالت لها: لا، لحد هنا كفاية قوي، ابنك زودهم، والظاهر كده انه اتجنن ومحتاج ان انت تعالجيه. فالواد قال ان هو ما بيكذبش وعنده دليل قاطع ان هو زوجها، وقرب من ودنها وهمس بكلام محدش ابدا كان سمعه. ومن الواضح كده ان هو قال لها اسرار او حاجات يعني ما يعرفهاش غير الزوجين وبس. وقتها الست زقته وهي في قمة الرعب وقالت لصاحبتها: خدي ابنك وامشي دلوقتي وشوفي ايه اللي حصل له. الظاهر كده ان الواد ده فيه مس شيطاني. والحد هنا ده كان مشهد في احد افلام السينما المغربية، وبتدور احداث الفيلم او فكرته يعني عن حاجة اسمها تناسخ الارواح. ودي باختصار هي عودة الروح بعد هلاك صاحبها، وبترجع بعد سنين طويلة لكنها بتتجسد في شخصية تانية أو طفل لسه هيتولد في الدنيا. أنا عن نفسي مش بصدق بالكلام ده، وعلشان كده هنتناقش في التعليقات مع بعض. يا رب أكون قدرت أوصل لك فكرة القصة اللي هتبدأ دلوقتي، ويلا نختصر الأحداث مع بعض، وآسف جدا للإطالة. في سنة 2000 وتحديدا في جنوب لويزيانا في الولايات المتحدة الأمريكية، كان صحي السيد بروس لينجر هو وزوجته على صوت ابنهم جيمس. كان عمال يصرخ بطريقة هستيرية في الغرفة بتاعته. المهم جريوا بسرعة علشان يطمنوا عليه ويعرفوا ايه اللي حصل له. في البداية الأم شالت ابنها وحضنته وحاولت إن هي تهديه هي وزوجها. بعد ما الأمور استقرت والطفل خلاص سكت، بدأ الأب يزعق مع زوجته ويقول لها: أنا قلت كذا مرة إن جيمس لسه صغير، عمره 2.5 سنين، وما ينفعش أبدا إن هو ينام لوحده بالليل. مش بعيد تكون الوحدة هي اللي بتسبب له الكوابيس اللي بيحلم بيها. وهنا بدأ السيد بروس يسأل ابنه إذا كان هو كويس ولا لأ، لكن اتفاجئ إن الطفل عمال ينظر لهم بنظرات غريبة وكلها فزع، ومحدش عارف ايه اللي هو شافه في الحلم خلاه يقوم مرعوب قوي كده ويفضل يصرخ بالطريقة الهستيرية دي. وبعدها بدقيقة بدأ الطفل يحكي بكلام غير مفهوم، عمال يقول لهم الطيارة بتاعتي اتدمرت والراجل ما قدرش يخرج منها، وبعد كده اتحرقت ووقعت بينا في المحيط، وأنا مت. وعمال يقول كلام غريب ولا اللي كأنه كان في حالة حرب. المهم حاول الأب والأم إنهم يطمنوا ابنهم جيمس على قد ما يقدروا، وقالوا إن ده كابوس مزعج مش هيتكرر تاني، وبلغوه إن هم خلاص هيناموا جنبه. بعد ما الأمور استقرت حوالي أسبوعين أو 3، رجعت نفس الأحلام هي بالظبط تتكرر مع الولد، وعلى طول يصحى من النوم مفزوع وعمال يصرخ بطريقة هستيرية، وبرضه بيحكي عن نفس الأحداث: الطيارات والحرب والقصف والنيران والكلام ده كله. ومن هنا بدأت الأسرة تحتار وتقلق على ابنها، ومش عارفين ايه هو سر أو مصدر الكوابيس دي كلها. والغريب إنها بتتكرر بنفس الأحداث هي. المهم قرروا إنهم يعرضوه على دكتور نفساني علشان يساعدهم في تشخيص حالته، ولو في عنده مشاكل يلحقوا يعالجوها قبل ما المواضيع تتطور معاه أكتر من كده. وبالفعل الدكتور بلغهم إن هي حالة مؤقتة وهتروح لحالها، وإنهم لازم يقربوا من الطفل خلال الفترة اللي جاية وما يسيبوهوش أبدا لوحده، وإنهم يطمنوه يلعبوا معاه ويشاركوا يعني الأفكار البسيطة بتاعتهم، لكن أهم حاجة يبعد عن فكرة الحرب والطيارات والصواريخ والحاجات اللي عمال يحكي عنها، ولو فكر يجيب سيرتها يغيروا الموضوع بسرعة. ودي كلها كانت نصايح، وفي النهاية كتب له على شوية أدوية وبعض المهدئات. لكن بصراحة رغم الكلام اللي فات ده كله وجهود الأب والأم ليل ونهار مع ابنهم، إلا إنه للأسف استمرت معاه نفس الحالة. يفضل طول اليوم يمارس حياته بشكل طبيعي، لكن لما يجي الليل ويخش ينام تبتدي معاه الكوابيس والأحلام المزعجة. لكن الكلام اللي جاي هتبتدي الأحداث الأغرب في القصة. في يوم من الأيام أخدت السيدة أندريا ابنها جيمس المحل ألعاب علشان يختار اللعبة اللي نفسه فيها ويبتدي يهدي أعصابه اليومين اللي جايين. والمفاجأة إن الطفل ساب المحل كله وأصر إن هو يشتري طيارة حربية. وهنا الأم افتكرت كلام الدكتور وإنه لازم ينسى فكرة الحروب والهلوسة دي،
وكل الحاجات يعني اللي هو بيمر بيها، وحاولت تقنعه بأي لعبة تانية، لكن للأسف مفيش أي فايدة نهائي. لما روحوا البيت وجم يستكشفوا اللعبة مع بعض، فالأم بتضحك مع ابنها جيمس وبتقوله طيارتك فيها قنبلة من تحت. وهنا اتصدمت من الرد بتاعه لما قال لها لأ، دي مش قنبلة، دي حاجة اسمها خزان الإسقاط. واندهشت أكتر لما قعد يديها معلومات عن الطيارات ويشرح لها عن القيادة وطرق الصيانة وحاجات كلها ما يعرفهاش غير حد كبير وكمان خدم في الجيش أو القوات الجوية. والسؤال المحير هنا، ازاي طفل عمره سنتين ونص تلاتة يعرف كمية المعلومات دي كلها لوحده؟ ومش بس كده، ده كمان عارف أنواع الطيارات المقاتلة وأجزائها، ولا اللي كأنه حد خبرة في مجال الحرب والحياة العسكرية. تلف الأيام ويروح السيد بروس هو وزوجته وابنهم جيمس يزوروا أحد المتاحف القديمة عندهم، ويلفت نظر الطفل في المكان كله طيارة حربية من طراز قديم. ساعتها الولد كان منبهر جدا بيها، وقعد يشرح لأبوه معلومات عن الطيارة، ولا اللي كأنه بالظبط حد خبرة أو واحد يعني من قيادات الجيش مثلا. والأحداث اللي فاتت دي خلت الأب والأم يزدادوا حيرة أكتر وأكتر عن ابنهم، مش قادرين يفسروا أبدا إيه اللي بيحصل معاه في حياته. لكن للأسف ما كانش قدامهم غير إنهم يعتبروها مجرد هلوسة عيال صغيرة، وأكيد هتروح لحالها في وقت معين. وهنا ترجع تاني الكوابيس والأحلام المزعجة للطفل بشكل أكبر من الأول بكتير. صحي من النوم وهو عمال يصرخ قدام عينين أبوه وأمه، وعمال يقول لهم قتلوني وضربوا الطيارة بتاعتي ووقعت في المية. وكالعادة حاولوا إن هم يهدوه، لكن المرة دي هما الاتنين حاولوا ياخدوا الموضوع بجدية. خلاص مفيش حاجة يتسكت عليها أكتر من كده. المهم سألوه وقالوا مين هما اللي قصفوا الطيارة بتاعتك وانت راكب فيها؟ فبص لهم وهو مفزوع وقال اليابانيين هما اللي عملوا كده. فقالوا وانت عرفت ازاي ان اليابانيين هما اللي ورا الكلام ده؟ فرد عليهم وقال عرفت من علامة الشمس الحمراء الكبيرة اللي طابعينها على كل الطيارات بتاعتهم. وبالمناسبة حقيقي فعلا اليابانيين كانت بتستخدم الشعار ده على كل طياراتهم أثناء الحرب العالمية التانية. وبعد فترة من الأحداث اللي فاتت دي كلها، بدأت الأمور تزداد للأسوأ في حياة الطفل جيمس، وبدأ يدعي قدام أبوه وأمه إن هو كان طيار مقاتل وشارك في الحرب العالمية التانية، وتم قتله في سنة 1945 بسبب الهجوم اللي حصل. مش بس كده، ده قال كمان إن هو وقتها كان عمره 21 سنة. وهنا السيد بروس هياخد كلام ابنه على محمل الجد ويسأله إيه هي نوع الطيارة اللي أنت يا جيمس كنت بتقودها أثناء الحرب؟ فهيرد عليه الولد ويقول إنها كانت من نوع كورسير. وهيكمل كلامه مع أبوه ويقول إن طيارته كانت على متن سفينة حربية اسمها ناتوما. لما السيد بروس بدأ يتشغل بكل القصص والحكايات اللي فاتت دي كلها، هيقرر يبحث عن أنواع الطيارات والسفن الحربية اللي شاركت في الحرب العالمية التانية. والصدمة هنا اللي حس بيها إن فعلا كل كلمة قالها ابنه جيمس كانت صحيحة، وفعلا يعني في محلها مفيهاش كذب أو تحريف. وبدأ كمان جيمس يحكي لوالده عن أسرار الحروب وإزاي كان بيتم تدريبهم وإفراغ الذخيرة وحاجات كتير عن شؤون الطيران الحربي، وكمان الناشين وأوسمة التكريم وغيرها. المهم السيد بروس وصل لمرحلة إنه مصدق جيمس في كل كلمة هو بيقولها، لكن عقله لسه برضه مش متقبل الفكرة. إزاي يعني ابنه أو طفل صغير كان طيار في حرب قديمة واتقتل وقتها، ورجع اتولد من جديد في هيئة ابنهم جيمس؟ وعلشان كده قلت في أول الفيديو إن قصة النهاردة فعلا هتجننك. المهم آخر ما احتار في أمره، قرر إن هو يحكي كل الأحداث دي للجدة، وكان ردها على الأسرة إن أكيد حفيدها ملبوس بروح شخصية حقيقية ماتت أثناء الحرب العالمية التانية. والكلام ده كانت اقتنعت بيه جدا والدة جيمس، ومفيش أي تفسير أو اعتقاد تاني كانت قالته الجدة. وقتها كان في باحثة في مجال تناسخ الأرواح، ودي كان اسمها كارول بومان. المهم كانت مؤلفة كتاب بعنوان حياة الأطفال السابقة. ولما راحت لها والدة جيمس وحكت لها عنه، كانت قالت نفس الكلام هو بتاع الجدة، وإن أكيد في روح شخصية من اللي شاركوا في الحرب العالمية التانية هي اللي اتجسدت في هيئة الطفل، وأكيد هي اللي بتمده بكل المعلومات اللي عنده أو اللي مر بيها يعني في حياته الأولانية قبل ما يتولد. لكن السيد بروس اعتبر كل الكلام ده مجرد جهل وخرافات، ورفض أي كلام مش مبني على أساس علمي واضح، وقرر إن هو يبحث أكتر لحد ما يوصل للحقيقة أو الحاجة اللي غيرت ابنه للصورة دي. والأب كان عنده اعتقاد بإن الطفل بيعيش حالة نفسية صعبة وأكيد هتاخد وقتها وتمشي. لكن جت في باله فكرة غريبة شوية، وقرر إن هو يسأل ابنه جيمس عن أي أصدقاء كانوا مقربين ليه أيام الحرب، ومن غير أي تردد منه، وكان واثق يعني جدا في إجابته، وقال له أيوة، الطيار الحربي
جاك لارسون كان واحد من أعز أصدقائي المقربين خلال فترة الحرب كلها، والسيد بروس كان كتب الاسم ده في ورقة وساعتها سأل على مقر أو عنوان جمعية المحاربين القدامى. ولما راح يسأل عندهم ويدور في السجلات اتضح فعلا إن كان في طيار اسمه جاك لارسون من اللي شاركوا في الحرب. وطبعا الكلام ده كان بمثابة صدمة كبيرة عند السيد بروس، تقريبا كده كان هيتجنن من الأحداث اللي بتحصل في حياتهم. والمفاجأة اللي محدش يتوقعها هنا إن الطيار جاك لارسون ما زال على قيد الحياة لسه. لما راح يقابله السيد بروس سأله عن أصدقائه اللي كانوا معاه في الحرب أيام شبابه، وفضل جاك يذكرهم واحد ورا التاني، وقعد يقول أساميهم لحد ما ذكر اسم واحد مقرب ليه، وده كان اسمه جيمس هيوستن. وهنا طبعا ده نفس الاسم اللي بيحمله ابن السيد بروس، وعلشان كده الكلام ده كان يعني مثير جدا للدهشة والحيرة. من الآخر كده بدأت القصة دي تنتشر وتسمع في أمريكا كلها، وكتب عنها كل الجرايد في بريطانيا وفرنسا لحد ما القصة اشتهرت على مستوى العالم. تخيل كده معايا دخلت معاك في 11 دقيقة ونسيت أقولك على الدعم واللايك والمشاركة والحاجات دي كلها. المهم يعني وقتها كان تم البحث عن قرايب الطيار جيمس هيوستن، واتضح إن ليه أخت اسمها آن هيوستن، وبرضه ما زالت على قيد الحياة لسه، وكان عمرها وصل 85 سنة. ساعتها راح لها السيد بروس هو وزوجته وناس تانية من الصحافة، وكمان الباحثة كارول بومان بتاعة تناسخ الأرواح كانت راحت معاهم. الكل كان سألها عن قصة أخوها جيمس هيوستن، وقالت إن هي كانت مستنية رجوعه في سنة 1945، لكنه اختفى للأبد أثناء الحرب، ومحدش عرف هو مات ازاي وفين اختفى الجثمان بتاعه، وما كانش يعني فيه أي معلومات نهائي عنه. وفضل سر اختفائه أثناء الحرب لغز مجهول عند الجميع. وساعتها كان عم الحزن على جميع أفراد الأسرة. أثناء المقابلة أو اللقاء ده بدأ يتكلم الطفل جيمس مع الست العجوزة آن هيوستن، وبلغها إن هو أخوها جيمس وإنه رجع للحياة مرة تانية. لما بدأت هي تركز في ملامحه بدأت تحس إن هو فعلا شبهه، لكن في البداية ما كانتش مصدقاه طبعا. لكن هو قعد يستعيد ويسترجع معاها ذكريات قديمة كانت بتحصل أيام الطفولة بتاعتهم، وقعد يحكي لها عن أسرار وحكايات كانت بتحصل ما بينهم يعني وما بين الأسرة بتاعتهم. وساعتها الست العجوزة قعدت تعيط وتشاور عليه وتحلف إن هو ده أخوها جيمس اللي مات من حوالي 50 سنة فاتوا. ولحد هنا القصة انتهت، وبالمناسبة يعني ما كانش ليها أي تفسيرات علمية أبدا. لو وصلت معايا لحد هنا اكتب لي في التعليقات كلمة السيد بروس علشان أعرف الناس اللي بتدعمني وبتحب المحتوى اللي بقدمه، وما تنساش الدعم الكافي علشان يعني تعبت جدا في القصة دي. سلام.